فيلم النهارده فيلم فيه بذرة امل كده، تحس ان فيه بذرة حاجه عايزه تيجي منه كده، بس ما تعرفش تمسكها. انت اعمل بس لايك وسبسكرايب ونشوف البذر والنوى ده بعدين. نبدأ في الفيلم. بيبدأ الفيلم بلوسي وجوزها ادريا، او مش لوسي، انا بحب اسميها دينا داش. يا جدعان بذمتكم مش دي شبه دينا داش ولا انا بتخيل؟ بصوا يا حاجه بصي. المهم بيبدأ الفيلم بلوسي واللي ما بتخلفش جوزها بيقترح عليها انهم يروحوا لدكتور جامد قوي، والدكتور ده كان صاحبه زمان وهو هيخليها تخلف بعون الله وبمشيئة ربنا. طبعا لوسي بتوافق وفعلا بيروح. بيبدأ بقى فعلا الدكتور يعمل حاجاته الغريبه، وبعدين لا ما تقلقيش انا شفت حالات اوسخ من حالتك وبعون الله عليا النعمه كانوا بيحملوا في الثلاث واربع بني ادمين. ما تبصليش كده، لا انا جامد. فيبدا فعلا الدكتور يظرفها حقنه غريبه كده، وهو بيقول ان هو اخترع علاج للخصوبه وللخلفه على النعمه لمجدي يعقوب بتاع الخصوبه. وراح طلع لها في مشهد دراماتيكي وقال لها مدام دينا داش انت حامل، انت بعون الله خليتك حامل. انبسطوا بقى، روحوا. جوزها قال لها لو جه ولد بصلاه على النبي انا اللي هسميه ادريان. اي نعم انا اسمي ادريان بس هسميه برضه كده قشطه، بس لو جت بنت هنسميها ويندي. مدام دينا داش راحت الشغل، انبسطت مع اللي شغاله معاهم، احتفلوا، راحت للدكتور تاني. المهم بدأ الدكتور يوصل جهاز السونار على بطنها ويقول لها افرحي انت حامل في ولد. فرحت. افرحي انت حامل في ولد تاني توأم. فرحت. افرحي انت حامل في 3 توأم وبنت. وشها قلب. شيل يا دكتور الله يسترك الجهاز بتاع السونار ده، هو انا ارنبه؟ انت عمال تزود العدد ليه؟ بس قال لها دونتوري، لا تقلق، ما تخافيش، ما تزعليش، ما تحزنيش، اصلا ده عادي بسبب اللي انا عملته لك، خليت عندك الحاجات تنمو اسرع واخد لي بالك، فده عادي ده عادي. وبما ان عشان ما يحصلكيش تضاعفات وحاجات احنا هنشيل ايه، يا التوأم يا نشيل البنت. قال لا سيبنا فكره دول. فعلا اجتمعت بزوجها في المطعم. ولا انا مش عايز اضغط عليك، والله انا مش عايز اضغط عليك، بس يعني بقول ايه ان احنا ممكن نخلي الولدين، انت واخد بالك، احسن من البنت. ليه؟ ولدين 2 هيبقوا فاهمين دماغ بعض وهيبقوا ونس. انا مش عايز اضغط عليك، انا بقول لك رايي. بص انا بقول نخلي الولدين. قولي لي ليه؟ احنا مش عارفين في المستقبل انت ممكن تبقي حامل تاني ولا لا، يبقى على الاقل ضمننا ان احنا معانا طفلين بدل طفل واحد. انا مش عايز اضغط عليك، انا بس بنورك وافهمك، وفي الاول وفي الاخر ده براحتك يا بنت عم. بقول لك ايه، وحياه امك وافقي خلينا نخلف الاثنين دول، انا مش بضغط عليك. فزعلت كده اتقمص. عارف انت يا استاذ المشاهد لو قال لها احنا هنخلف البنت كانت اتقمصت برضه، قالت لا انا عايز اخلف ولدين هم كده الحريم. المهم روحوا وهي صحت ما لقيتوش جنبها ونايم، كان عمال يشتغل على اللاب كده، بس مش مهم يا عزيز المشاهد. تاني يوم قال لها انا اسف ان انا ضغطت عليك. شوف يا بنت عم، شوف انت عايزه تخلفي ايه، ذكر نتايه، تخلفي حيوان، إيه براحتك، انا سايب لك الموضوع. ايه ده بجد انا هتخليني اخلف ويندي زي ما اتفقنا؟ براحتك انا قلت لك اهو. راحت بقى مطعم، اجتمعت بنساء مثلها، نساء جمعيه الحوامل 2021. ايه ده انت حامل؟ انا حامل في الشهر السابع. ايه ده انت حامل في الشهر 8؟ انت فاهم بقى، وعاملين يوينوا صدق عليا النعمه مشهد صدعني. فانا هعمل سكيب للمشهد ده عشان ايه مش ناقص عندكم انتوا كمان. المهم وهي راحت عند الدكتور عشان تعمل العمليه ويشيلوا الولدين اللي اتفقوا انه ما يشيلوهم، فوهي قاعده كده لقيت مجله ولقيت محطوط عليها واحده ومكتوب للروحانيات. عملت العمليه، اجهضت الولدين، سابت البنت زي ما هي عايزه وروحت هي وجوزها. ولما روحت لقيت في دم نازل كده، فقالت الله لا لازم نروح للدكتور نشوف هي. يا امراه اللي عندك ده اسمه تمدد في الرحم يا ست، انت طالما جاهله في العلم الله يسترك ما تجيليش ما تجيليش. المهم راحت اتقابلت مع واحده صاحبتها كانت اتعرفت عليها في جمعيه حقوق النسوان الحوامل، وقعدوا يرغوا. وبعدين روحت وسمعت حاجه غريبه كده، فقالت لجوزها انت سمعت اللي سمعته؟ يا بنت ما سمعتش حاجه. بعد كده كانوا رايحين حفله تكريم الدكتور كان عاملها، كان بيتكرم فيها بقى، كان عازمهم. انت فاهم بقى، وقعد يرغي ويقول لك انا لا اشعر بالسعاده الا لما الاقي المجهود بتاعي كده في واحده ست الاقيها خلفت ولدت بقت حامل بطنها بس انا كده يا جدعان سعيد، عليا النعمه ببقى سعيد. شكرا ما تسقفوش يا رجاله انا نازل. خلص الحفله، روحت البيت، قعدت تشوف الفيديوهات للبنت اللي على المجله دي، وقاعده بتقول اي حد بيعمل العمليه عند الدكتور اللي انت جايه من عنده ده يا مدام ما بتحسش براحه كده، تحس ان هي تجربه عند الدكتور. لا 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 انا عايزه مصلحتكم، تيجوا عندي انا هظبطكم واتابعكم، سوف تكون امراه متحرره زي الفل. فمدام دينا داش اقتنعت واتكيفت بالكلام اللي هي قالته. المهم في يوم وهي في اليوم بتاع الشغل بتاعها قالوا لها بصراحه كده الشغل اللي انت كنت شغال عليه ده مش هتكملي فيه، احنا هننزلك في الترقيه وفي الشغل اللي انت شغاله فيه. فزعلت بقى، قامت راحت لجوزها وقرة عينها قالت له شفت عملوا معايا في الشغل، مش مهم انا جايبه لك اكل ابو العيال. فالراجل بص لها كده واستغرب لها، الله قالت له في ايه يا ست انت دي تاني مره تجيبي لي الاكل. فهي استغربت، ده انا مجنونه دي ولا ايه اللي حصل؟ راح للدكتور، الدكتور بس قال ايه ده اكتئاب ما قبل الولاده، ده تفهم هتلاقي بس انت بقيتي متخلفه اليومين دول بس بسبب الحمل، خدي بس البتاع ده وهتبقي زي الفل. المهم فكتها من الدكتور دي وقامت راحت للست اللي كانت بتشوفها على الفيديوهات بتاعتها، هتولدي معايا وهتتابعي معايا، فكك من الدكتور اللي انت شغاله معاه ده. فخلصت معاها وكان جوزها ماشي ومش عارف بقى كان بتراقبه ولا شافته ازاي، مع المخرج ده الله اعلم
مثلا عليه حركات كده، المخرج ده على حركات. المهم شافته ان هو بيكلم الست اللي شغاله عند الدكتور، وراح قابله الدكتور وقال له على رقم خزنه. روحت البيت كتبت رقم الخزنه، طلعت منها ورق، وكان في الورق مكتوب ان هي تبع تجربه او بيتعمل عليها تجارب وحاجات شبه من كده. فقامت راحت لصاحبتها اللي بتقابلها دايما وقالت لها انا في حاجات بتحصل لي، بقيت بشوف حاجات واتوهم حاجات، وبقيت شاكه في جوزي والدكتور اللي احنا بنروح عنده، انا ما بقتش مظبوطه. بقول لك خدي الورق ده خليه معاكي واعرضيه كده على المحامي بتاعك يشوف لنا ايه الحوار. فصاحبتها شاكه فيها، دي مجنونه دي ولا ايه. وتاني يوم كان عندها حفله عند صاحبتها، فراحوا عند صاحبتها، فقالت انا هخش الحمام. فهي لما دخلت الحمام لقيت نفس الدواء اللي هي بتاخده. الله. فراحت لها وقالت لها وانتوا بتروحي عند الدكتور اللي انا بروح عنده؟ فانا عمال اشتكي لك واقول لك الدكتور ده مش مظبوط وانا شاكه فيه، وانتوا بتروحي برضه، وهتلاقي غالبا ان الورق اللي انا اديته لك اديتيه لجوزي وفضحتيني. قالت لها ايوه ده حصل لانك انا شاكه فيك بنت انت مش مظبوطه وبتتخيلي حاجات، وبصراحه كده جوزك اصلا قال ان مفيش خزنه ولا في اي حاجه. فانا كجمال انا مش فاهم هي بتتوهم ولا ده حقيقي ولا ايه. فاثناء ما بيتناقشوا جه عليها طلق الولاده، بقت بتولد. فقام جوزها خدها ووداها عند الروحانيه اللي هي بتروح ومصدعه بيهم ده. بس الغريبه انها خلفت ولد. الله. بس قالت لها انا مش هقدر اخلف الثاني، روح عند الدكتور بتاعك هو اللي خليه يخلفه. وفعلا راحت وخلفت الولد الثاني. اتاري الدكتور وجوزها اتفقوا ان هي تخلف الولدين مش هتخلف البنت، والبنت دول اللي عملوا لها اجهاض وهي مش عارفه. فاتصدمت يا عزيزي المشاهد، وقامت تاني يوم بعد ما فاقت في اللي هي فيه راحت رايحه عند الدكتور، شافت الجنين اللي كانت بتحلم بيه وبتموت عليه بقالها 100 سنه، وراح الدكتور جه ولا ايه رايك في المفاجاه؟ جامده المفاجاه ولا لا؟ التجربه بتاعتي دي انا اللي عاملها، يعني الاثنين دول مش ولادك اصلا، دول ولادي انا. ليه؟ لان انا استخدمت حاجاتي انا فبقيت حامل مني، انت واخد بالك؟ المهم بقى ايه، فجوزك بقى عارف الحوار ده، يعني ما تفكريش ان انا بعمل كده على عماه، لا عارف بقى. فاتصدمت، قتلته، شرحته، بوظت وشه، وما سكتتش بس دمرت برضو الممرضه اللي معاه، وراحت مروحه ورايحه عند الولدين. طب اقتلهم دول ولا اعمل لهم ايه؟ بس خدتهم اديتهم لابوهم وقالت له امشي مش عايز اشوف وشك. راح الفيلم خلص. صراحه ربنا ده فيلم غريب ومريب، وقصته وتقعد تتساءل كده، يعني هي كانت بتتوهم يعني الحاجات اللي بتشوفها ولا ده حصل ولا، بس مش ده المهم. المهم انا ما عجبنيش غير في اللبس اللي في الاخر خلفت الولدين، هو ده اللي كيفني في الفيلم. بس لو انت لمست شويه حاجات من الفيديو ده او فهمت شويه حاجات قولها لي تحت ما تتكسفش، واعمل لي كومنت والسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي. سلام. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're